هي مؤسسات كانت بالأمس مورد رزق الكثيرين، اليوم لم يبقى منها سوى الهيكل بعد أن أغلقت أبوابها لأسباب مجهولة ليعمها الخراب منذ سنين. كان يخدم في 120 خدام، المينا كانت تتخدم في دورة 1000، ما عادش فيها حد شيء ولا معناها لا عاد يقبلوا خدامه لا عاد، معناها البلاد مشت في هاويه، ما عادش حتى الموالي هربت. كانت تخدم في الاليف وما تو قاعدين تحت الصفر، قاعدين ديال طرف خبز باش يتعشاه يستحمل ضرب. منجم الفوسفات بمنطقة سراورتان هو الآخر بقي حبرا على ورق، فلا حلم الأهالي تحقق ولا وعود الحكومات المتعاقبة نفذت. وجود جبال دايره يمين هذيك موجوده فوسفات، جو عملوا تجربه خلوه ومشوا. بالنسبه لولايه الكاف تستنى في المشروع هذا كله تاع التنميه تاع الفوسفات. معامل مغلقه منذ عقود واخرى لم تجد طريقها الى النور في مناطق خازنه للثروات تنتظر مجرد لفته قد تغير مستقبل المنطقه باسرها. وينضم إلينا من الكاف مراسل الأخبار أحسن الكريمي. أحسن، ما هي آخر المستجدات ولما تطور الوضع اليوم إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن؟ بالفعل عارم، آخر المستجدات هو المواجهات التي جدت مساء اليوم بين قوات الأمن وبعض المحتجين خاصة في بعض شوارع مدينة الكاف. هذه الاحتجاجات كانت انطلقت خاصة بعد من تفرقت المسيرة الضخمة التي جابت شوارع الكاف تطالب بالتنمية والتشغيل. نعم أحسن، يعني المطالب الأساسية هي التنمية أكيد. بالفعل أول المطالب هو التنمية وكذلك التشغيل، باعتبار أنه والحقيقة تقال أنه ولاية الكاف تحتل يعني مراتب متأخرة جدا في هذا المجال. نحب من خلال هذا اللقاء نسلط الضوء على واقع التنمية وإمكانية بعث مشاريع تنموية تكون قادرة خاصة على استقطاب اليد العاملة بالجهة، وهو ما كان مطلب أساسي في هذه الاحتجاجات. اليوم ينضم إلينا مباشرة على الوطنية الأولى السيد عبد القادر الطرابلسي والي الكاف للحديث حول هذا الموضوع. سيد الوالي، احتجاجات كبيرة حول التنمية بولاية الكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم المطالب هو التشغيل. خلينا نقول المحرك الأساسي على الصعيد التنموي للتشغيل هو الاستثمار. الاستثمار فيه نوعين: استثمار الدولة والاستثمار الخاص. استثمار الدولة يتمثل أساسا في البنية التحتية وتحسينها لتهيئة الظروف الملائمة، الجلب المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص. اليوم على الصعيد معناها البنية التحتية، ناخذ مثلا ميزانية 2012 تكميلية، نوجد 35% منها وقع تخصيصه للبنية التحتية. من ثم الهاجس الأساسي اليوم المطروح وغدوة يبقى تحسين البنية التحتية لجلب المزيد من الاستثمارات. لهنا على المستوى الأول، على مستوى الاستثمارات في القطاع الخاص كما قلت معناه ينتظرون تحسين البنية التحتية بما فيها جزء من تهيئة الظروف عامة، ثم ربما مراجعة معناها مجلة الاستثمارات، لأن اليوم مش معقول باش نجلب المزيد من الاستثمارات لولاية الكاف في حين أني نمنح نفس معناها الامتيازات لولاية الكاف لولاية أخرى قد تقول معناها قريبة جدا جانب. سيد الوالي، ربما ثم انتقادات كبيرة للحكومة حول تفعيل بعض المشاريع التنموية على غرار مشروع سراورتان وكذلك منطقة التبادل الحر اللي ينتظروها خاصة سكان الشريط الحدودي. معناها فيما يتعلق بمنطقة التبادل الحر، خليني نقول الكاف تتميز، عندها ميزة تنافسية هامة هو القرب من الجزائر، وبالتالي محاولة معناها إرساء منطقة التبادل الحر هو من صميم عملية دفع التنمية. إلى أن وقت نقول منطقة حر هي ليست بيد الحكومة التونسية، هناك طرف ثاني. المسألة هذه طرحت أثناء اللقاء الأخير، المسألة هذه طرحت أثناء اللقاء الأخير اللي جمع بين ولاة الحدود
بين تونس معناها والجزائر، وان شاء الله معناها مطروحه للنقاش من جديد، لانه كما قلت الظروف ما تحكمش فيها تونس لوحدها. العامل الثاني بالنسبه فيما يتعلق بسراء ورتان. سراء ورتان صحيح كما قلت الاستثمار في عمليه قلب التنميه، الاستثمارات بالنسبه لسراء ورتان تفوق 3000 مليار، الا ان الدوله معناها تكفلت انها المشروع ينطلق في مرحلته الاولى بامكانياتها الذاتيه، ومنذ معناها شهر جوان تم تشكيل لجنه لا زالت تعمل على هذا المشروع، وان شاء الله في القريب معناها العاجل ستعلن على المختلف معناها النتائج اللي توصلت لها واللي معناها قد تساهم في تعجيل دفع مثل هذا المشروع. أحسن الكريمي، شكرا لك، وكذلك شكرا لضيفك السيد عبد القادر الطرابلسي والي الكاف.